انت حامل وسنك فوق ال 35 سنة، لو انت حامل في توأم او اكتر. مبروك، بقيت قبل 7. لو انت حامل وانت اصلا عندك سكر، لو انت حامل وانت اصلا عندك مرض مناعي زي الذئبة الحمراء، لو انت حامل واصلا عندك سمنة، لو انت حامل وكان عندك قبل الحمل تكيس المبايض، الفيديو ده هيفيدك جدا. في قصص بتبدأ بفرحة، بالذات فرحة الحمل اللي ما فيش زيها فرحة، لكن ممكن تنتهي بخضة. وفاطمة كانت واحدة من القصص دي. حالة مش غريبة، بالعكس بتتكرر كتير في عيادات متابعات الحمل. فاطمة اتجوزت شريف بعد قصة حب طويلة، وعدوا شهور يستنوا الحمل انه يحصل، وعدوا شهور بيستنوا اللحظة اللي يسمعوا فيها كلمة مبروك حامل. 10 شهور كاملة من الانتظار، وكل مرة تحليل حمل يطلع سلبي. فاطمة صغيرة وجوزها شاب زي الفل، ومع ذلك الحمل ما حصلش بسهولة، لحد ما في يوم كانت دموعها دموع فرحة بجد لما شافت خطين واضحين في تحليل الحمل المنزلي. فاطمة بدأت رحلة الحمل بحماس. التحليل كانت ماشية كويس، وضغطها كان ماشي طبيعي، والأشعة بتقول إن الجنين بخير. لكن مع دخول الشهر السادس وهم بيعملوا المتابعة العادية بتاعت كل شهر، اتفاجئوا بمفاجأة مش حلوة. إيه المفاجأة دي؟ تعالوا نعرف مع بعض. في المتابعة بتاعت فاطمة، متابعة الشهر السادس، الدكتور لقى فاطمة ضغطها عالي. سألها عن أعراض بتشتكي منها، قالت له لا. طلب منها تحليل زلال في البول، راحت المعمل وعملته، ورجعت للدكتور بتاعها بالنتيجة. النتيجة كانت إيجابية، يعني في زلال في البول. الدكتور قال لها الخبر اللي نزل عليها زي الصعقة، انت كده يا فاطمة عندك تسمم حمل. طبعا فاطمة اتخضت من الكلمة، واول حاجة قالت له ازاي يا دكتور، ده انا ما باكلش اي حاجة بره البيت من ساعة ما حملت، ما اكلتش اي حاجه من بره، وكل اكلي فريش وهيلثي، والميه بشربها معدنيه، ولا بشرب سجاير ولا غيره. التسمم ده جالي منين يا دكتور؟ طبعا فاطمه حبيبتي فهمت كلمه الدكتور غلط، زي ما في ناس كتير بيفهموا كلمه تسمم حمل غلط. ومهم قوي انتوا كمان تعرفوا ايه المقصود بمصطلح تسمم الحمل. تعالوا نعرف يعني ايه مصطلح تسمم الحمل. تخيلوا معايا المشيمة اللي هي جسر الحياة ما بين الأم والجنين. كل الأكل والأكسجين والمعادن والفيتامينات بيوصلوا للبيبي من خلال المشيمة. لو الجسر ده فيه خلل في الأوعية الدموية، بيبدأ يفرز مواد بتبوظ توازن الجسم كله. المواد دي بتضيق الأوعية الدموية اللي في الجسم كله، فتقوم ترفع الضغط وتحبس المية في الجسم تحت الجلد. المية دي اللي خارجة من الدم نتيجة انقباض الأوعية الدموية، فكمية الدم في الجسم بتقل. الدم ده اللي المفروض اللي بيوصل لكل أعضاء الجسم برضه بيقل، وساعتها الجسم كله بيصرخ في مشكلة. ده بالظبط اللي بنسميه تسمم الحمل. يبقى المشكلة دي بدايتها طالعة من المشيمة، من المواد اللي بتطلع منها وتأثر على الجسم كله، كأنها دخلت الجسم كله في حالة تسمم. ونيجي هنا للسؤال المهم، هل كل الحوامل معرضات ان يجيلهم تسمم الحمل ده؟ مش كل الحوامل معرضات ان يجيلهم تسمم الحمل، لان في اسباب وعوامل تزود احتمال ان الست دي يحصل لها تسمم حمل وصاحبتها اللي معاها ما يحصل لهاش. 1، لو دي اول مرة تحمل. 2، لو عندها تاريخ في العيلة، الام الاخت جالها نفس المشكلة. 3، لو عندها ضغط مزمن او سمنة قبل الحمل. 4، لو سنها أكتر من 35 سنة، والاحتمالية بتعلى أكتر لو فوق ال 40. 5، لو حامل في توأم. 6، لو عندك أصلا مرض مناعي زي الذئبة الحمراء. كل دي عوامل بتخلي الدكتور يقول لازم نتابع الحمل بدقة. كل دي عوامل بتزود من احتمالات تسمم الحمل، اللي هو عرفنا إنه عبارة عن حاجتين: 1، ارتفاع ضغط الدم. 2، ومعاه زلال في البول، وبيحصل عادة بعد الأسبوع ال20 من الحمل. طب الستات هتسألني السؤال الأشهر، تسمم الحمل ده هل ليه أعراض؟ تسمم الحمل ليه أعراض اللي ما ينفعش تتجاهليها، ودي نقطة مهمة جدا. لكن أعراض تسمم الحمل فيها مشكلتين. الأولى إن الأعراض دي في بدايتها ساعات بتلخبط مع أعراض الحمل العادية، وهنا الخطورة. الفرق بين أعراض تسمم الحمل وأعراض الحمل العادية إن أعراض تسمم الحمل بتزيد بسرعة وبتكون قوية ومستمرة، زي 1، صداع مش طبيعي ومش بيروح بالمسكنات. 2، زغللة وتشوش في الرؤية. 3،
تورم مفاجئ في الإيدين، في القدمين، في الوجه. 4 زيادة مفاجئة في الوزن. 5 ألم في أعلى البطن تحت الضلوع يعني. 6 أحيانا غثيان شديد أو قيء مستمر بعد منتصف الحمل زي ما قلنا. ودي كلها علامات إن الجسم بيقول الضغط عالي، الحقوني. المشكلة التانية في أعراض تسمم الحمل، الأعراض دي لما بتظهر ده بيبقى معناه إن تسمم الحمل وصل درجة عنيفة، الدرجة اللي احنا بنسميها الحمل الحرج. في تسمم الحمل الضغط بيعلى الأول وبعدين يظهر الزلال اللي هو البروتين في البول، وبعد كده تبان الأعراض. عشان كده مهم جدا 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 إنكم تعرفوا إيه الرقم اللي إذا الضغط وصل له يبقى دي بدايات تسمم الحمل. الرقم هو 140/90. بناء عليه في أنواع من تسمم الحمل، مش كل حالة زي التانية ولا كل الحالات على درجة واحدة، وده اللي بيحدده الدكتور المعالج. عشان نبسطها أكتر عندنا نوعين أساسيين أو درجتين رئيسيتين: تسمم حمل بسيط وتسمم حمل شديد. تسمم الحمل البسيط الضغط بيكون عالي وفي بروتينات في البول زي ما قلنا اللي سميناه الزلال، لكن الحالة بتكون مستقرة وممكن نتحكم فيها بالأدوية وشوية متابعة. لكن تسمم الحمل الشديد ده لما الضغط يعلى جدا ويوصل لمستوى 160/110 أو أكتر، وممكن يأثر على الكبد والكلى وتحصل تشنجات اللي احنا بنسميها إكلامسيا. الحالة دي بتحتاج تدخل سريع وغالبا ولادة فورية، وهو ده حرفيا اللي اتقال عليه اسم الحمل الحرج. وده بالظبط اللي حصل مع فاطمة. فاكرين لما قلت لكم ان الدكتور لما قاس الضغط لفاطمة وعمل لها تحليل زلال في البول وبلغها ان عندك تسمم حمل يا فاطمة، وساعتها قعدت تسأله عن معنى كلمة تسمم الحمل؟ للأسف فاطمة خرجت من عنده الدكتور وهي مش مادية لكلام الدكتور الدرجة المناسبة من الاهتمام. فاطمة استهونت، طنشت، كبرت دماغها وقال ايه؟ اتشائمت من الدكتور، وخدت قرار بينها وبين نفسها انها هتريح لها 2-3 وتشرب كركديه فضغطها يوطى. قال يعني الحل في الكركديه؟ يا رب صبرني. عايز اقول لكم للاسف بعض السيدات بتفكر بنفس الطريقه الغلط اللي فكرت بيها فاطمه. بعض السيدات بتفتكر ده مجرد ضغط وهيعدي، لكن الحقيقه ان ارتفاع الضغط في الحمل مش زيه من غير الحمل. تخيلي عربية ماشية على طريق سريع وسرعتها ثابتة ومظبوطة، فجأة الموتور سخن والعداد يطلع لفوق، لو وقفناها بدري هينقذها، لكن لو استنينا شوية العربية كلها ممكن تبوظ. وده بالظبط اللي بيحصل في الجسم مع تسمم الحمل، وده اللي حصل مع فاطمة. بعد أسبوعين بدأت فاطمة تحس بأعراض غريبة عليها. فاكرين قلنا عليها صداع مش بيقف، رجليها بتورم، وشها منفوخ اكتر من الطبيعي. في البدايه قالت عادي كل الحوامل كده، لكن لما جالها زغلله في العين وحست بدوخه شديده جوزها خاف عليها وجري بيها على المستشفى، وهناك بلغوه بالخبر. فاطمه دخلت المرحله الشديده من تسمم الحمل. منطقي انكم تسالوني قرارات الطبيب في الموضوع الصعب والحاله الصعبه دي بيكون ايه؟ في تسمم الحمل عندنا هدفين في نفس الوقت: الاول نحافظ على حياه الام، والتاني اننا نحاول نكمل الحمل على قد ما نقدر. لو الحاله بسيطه بنبدا بادويه عشان نظبط الضغط ومتابعه في العياده كل 2-3 بالكتير وتحليل بول دوري. لكن لو الحاله متقدمه او شديده زي ما قلنا زي حاله فاطمه، الام بتدخل المستشفى، بتحتاج تحاليل للاطمئنان على وظائف الكبد والكلى وعلى صوره الدم، بتحتاج ادويه عشان نظبط الضغط وادويه عشان تمنع التشنجات، بتحتاج فحص قاع عين، بتحتاج متابعه دقيقه جدا جدا. ولو حصل اي مؤشرات خطر زي انزيمات الكبد تعلى، وظائف الكلى بتسوء، او حركه الجنين قلت، ساعتها لازم ناخد قرار سريع جدا بالولاده حتى لو الحمل ما كملش. والقرار ده عمره ما بيكون سهل، لكن دايما الأولوية للحياة، حياة الأم طبعا. وعلى فكرة اوعوا تفتكروا ان بالولادة خلاص المشكلة كده خلصت، لكن لا، الحقيقة ان تسمم الحمل ممكن يستمر بعد الولادة كام يوم، وده اللي بنسميه تسمم الحمل بعد الولادة. عشان كده بنفضل نتابع ضغط الدم ونخلي الأم تحت الملاحظة 48 ساعة على الأقل بعد الولادة في المستشفى، ولو الضغط ما نزلش بنكمل علاج ونشوف سبب استمرار المشكلة دي ايه. طب يا جماعة حد يطمنا على فاطمة. الحمد لله فاطمة ولدت قبل ميعادها في الشهر السابع، ولدت بعملية قيصرية، لكن هو ده كان الحل المناسب لحالتها في الفترة دي. البيبي دخل الحضانة وبفضل الله البيبي
البيبي عدى مرحلة الخطر وخرج من الحضانة. عدت الفترة اللي بعد الولادة على خير، وفاطمة خرجت من المستشفى، والنهاردة طفلها بيجري قدامها ويرجع يترمي في حضنها، وده لأنهم اتحركوا بدري. تسمم الحمل مش رعب، لكن اختبار للوعي والسرعة في التصرف. أي ست حامل لازم تعرف إن الحمل محتاج متابعة. المتابعة مش رفاهية ولا كماليات. كل تحليل، كل قياس ضغط، كل كشف روتيني ممكن يكون هو اللي ينقذ حياتك وحياة ابنك. وعشان كده دايما بنقول المتابعة بتاعت الحمل أهم من الحمل نفسه، وأهم من أي تفاصيل تانية. أصل الفرحة تستاهل نحافظ عليها من أول لحظة لحد ما تشوفي ابنك ما بين إيديكي بسلام. وأخيرا دمتم سالمين.